السلام عليكم واهلا بكم في حلقه جديده. معلش كان في بس توقف بسيط ورجعنا اهو. حلقه كاس العالم للانديه شكلها الجديد، شكلها اللي يبقى يعني بدل كل سنه هنستناها بقى كل 4 سنين، تدي اهميه للبطوله. لو اني معترض على النظام الجديد ده لاني شايف انه مش هيبقى احسن حاجه، بس خلينا ماشيين ورا الفيفا بنشوف اخرتها ايه، وبدون مقدمات كتير بقى وشغل بقى انترو في الاول والكلام ده. احنا جايين نتكلم على الاهلي، جايين نتكلم على المباراه، جايين نتكلم على اللي حصل. انا بتكلم من منظور مشجع اهلاوي اللي شفته في الماتش، ورايي في النهايه كلنا همنا حاجه واحده بس، وهي مصلحه النادي الاهلي. يهمنا ان النادي الاهلي يكسب دايما. احنا متعادلين، زعلانين ان احنا متعادلين. انا زعلان قوي ان الاهلي تعادل امبارح. انت تطلع 3 مستريح، ومش ببالغ لما اقول 3. كره امام، كره وسام، كره حمدي، كره داري، الكعاده فيها 4 كور، ضربه الجزاء. انت بتتكلم انت في الشوط الاول 5 اجوان. فالنادي الاهلي كان يقدر يطلع. الشوط الاول ماتش كان حلو الصراحه، والاداء كان حلو جدا. واحده واحده بس هنبتدي. يعني انا داخل سخن قوي، بس اول حاجه بنبتدي ننساش تعمل لايك، سبسكرايب، تكتب كومنت او تقول اي حاجه. ان هيكون في بلاي ليست موجوده حلقات كاس العالم والحلقات اللي فاتت، يا ريت برضو تشوفها. فيلا بينا. المباراة طبعا بتبتدي تشكيل محدش توقع انه ينزل بالطريقة دي او بالشكل ده. ماتش باتشوكا هو الماتش الاول للمدرب الجديد خوسيه ريفيرو، وماتش باتشوكا برضو شفنا اول جزء كان كويس والباقي ما كانش احسن حاجة، ما كانش ده برضو النادي الاهلي. انما ماتش انتر ميامي تطبيقات الراجل، لو بنتكلم على اللعب الفني وتطبيقات الراجل، كانت كويسة جدا. الشوط الاول متهيألي ان الراجل لسه جاي قدر يعمل شوط اول او بالفكر اللي هو عايزه شوط اول شبه ده، فدي حاجة كويسة جدا. حتى الشوط الثاني برضو كان كويس، لكن اللي وقعه اللعيبة. اول حاجه طبعا هو كان بيبني اللعب على تريزيجيه. طبعا تريزيجيه اللعيب اللي جاي من اوروبا، ابن النادي وكل الكلام ده. تريزيجيه كان عنده احسن من اللي هو بيعمله ده كتير. ماتش امبارح اللعب كان بيتبني عليه بشكل كبير جدا، تقريبا اللعب كله كان بيتبني عليه. يعني الملعب كان مايل كده، بس برضه تريزيجيه كان عنده اكتر من كده. تريزيجيه هو واخد الحماسه، وواخد ان هو راجع النادي الاهلي وعايز يفيد النادي الاهلي، وبيلعب في بطوله كاس العالم للانديه. والاهم ان هو ابن النادي، فهو واحد من كباتن الفرقه، هو واخد الحمل كله. والله ما اظنش ان تريزيجيه هتاخد اللقطه. تريزيجيه مش من النوعيه دي، بس هو عايز يشيل النادي على كتافه، عايز يبقى انا ابن النادي، انا جاي بقى ايه ادي كل حاجه للنادي الاهلي. عايز اللعب كله يبقى عنده، عايز يعمل هو كل حاجه. اللعب بيتبنى عليه. هو امام عاشور طبعا قبل ما امام عاشور يخرج، ربنا يشفيه يا رب، حتى بعد خروج امام وزيزو نزل، اللعب كان بيتبنى على تريزيجيه. شفنا التحركات اللي كانت بين اللعيبه الثلاثه اللي قدام، تريزيجيه وزيزو وسام يروح على اليمين، يروح على الشمال، كل شويه يفضل يتنقل. وسام ابو علي، انا عايز اقول حاجه في حق الراجل ده. انا شايف ان الراجل ده واحد من ارجل، ده لو ما كانش ارجل لعيب في الفرقه حقيقي. اخر فتره، اخر الماتشات المهمه، الماتشات الكبيره، بتلاقي اللعيبه كلها رجاله. يعني طبعا الشناوي عمل اداء، هو ده الشناوي اللي احنا عارفينه. يعني هو ده الشناوي، هو ده محمد الشناوي، هو ده كابتن النادي الاهلي، هو ده حارس منتخب مصر. ياسر ابراهيم، هو ده ياسر ابراهيم. مروان عطيه يعني من كتر الاداء اللي عمله انا مش لاقي كلمه اقولها له في حقه. الراجل ده وقف قدام ميسي. الراجل ده كان طالع في تصريحات قال انا ممكن هقف قدام ميسي ومش هنزل مستسلم، والناس قعدت تتريق عليه، وانا قلت الراجل ده هينزل يعمل حاجه، ونزل عمل حاجه. بس انا بتكلم على اغلب الماتشات، سواء كبيره، ماتشات عاديه في الدوري، ماتشات وديه، ماتشات في افريقيا، ماتشات في السنبلاوين، ماتشات في اي حته. وسام ابو علي ارجل لعيب في الفرقه، بيدافع، بيهاجم، دايما ضاغط، بيحاول يستغل انصاف الفرص. حقيقي الراجل ده شال كوره مهمه جدا. الراجل ده حاول كتير يجيب اجوان، ده عمل ضغط كتير قوي على الفرقه، على انتر ميامي ودفاعات انتر ميامي. والراجل ده شخصيته حلوه. اتمنى ان الراجل ده شخصيته ما تتاثرش، ما يبقاش شبه اللعيبه اللي بتيجي ويبقى مفور اول سنتين، بعدين تبتدي بقى ايه شخصيته تقل والموضوع ده يهدى شويه. في 45 دقيقه انت مسيطر على انتر ميامي، انت مكتسح انتر ميامي، والدليل على كده ان انتر ميامي ما لقوش حل غير ان هم يقعدوا يكسروا في لعيبتك. امام الكره ما كانتش معاه اصلا، راح شد ووقع. ضربه الجزاء شد ووقع. كرات كتيره قوي بين رمضان لما شده، مش فاكر فالكون ولا كان اسمه مين، حد شده. شغل تكسير كان اوفر قوي. ماسكرانو تقريبا كان متوصي قوي، قال لهم كسروهم. في شغل كان تكسير قوي، خصوصا الشوط الاول، لان الشوط الاول هم مش عارفين ياخدوا كوره غير ان هم يكسروا. الشوط الثاني الموضوع هدى شويه لما هم مسكوا الكوره والاهلي البدني بتاعه ابتدى يقع. تيجي طبعا ضربه الجزاء، وهي دي المناقشه كلها. ضربه الجزاء طبعا يعني الصوره قدامك، انت شايف دلوقتي تريزيجيه وزيزو ووسام واقفين قدامهم. الله اعلم الحوار حصل ايه، بس اللي عارف والناس كلها عارفه ومصر كلها عارفه ان اللي بيشوط هو وسام. في حال دلوقتي علي معلول رحل، فما فيش حد تاني بيشوط غير وسام ابو علي. تريزيجيه ليه يا تريزيجيه؟ انت لعيب كبير
وانا بحبك ليه تدخل تشوط؟ اخد الكوره وفضل مصمم يشوط، وكلنا اكيد اول ما مسك الكوره كلنا عرفنا ان هي هتضيع. انا كنت على امل انه يجيبها، بس انا كنت من جوايا انا متاكد ان هي هتضيع، بس اللي هو بحاول ايه، لا لا بس ممكن يجيبها المره دي، لا 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 يعني تريزيجيه لا 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 ممكن يكون اتعلم، بس من جوايا لا انا عارف ان هي هتضيع وتتصد في الاخر، ونشوف تريزيجيه بينهار نفسيا فتره كده، بيجيله كره ثانيه بيشوطها بره قوي قوي، كره ثانيه ما بيقدرش يجري بيقع، فبيبان قوي ان هو خلاص نفسيا اتدمر. كره شبه دي كانت هتفرق معاه هو، وكانت هتفرق مع النادي الاهلي جدا، بيضيعها بسبب ان هو قال لك طمع في الكوره، اصل مالهاش حل. ايه السبب اللي يخليك تاخد الكوره؟ يعني الله يرحم ايام علي معلول، والله كان ضربة جزاء بنبقى قاعدين حاطين رجل على رجل كده ومتأكدين انها جول. ولد انت بتعيط ليه كده؟ في ايه؟ لا 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 خلاص بقى، عشان مجهود شوط اول خرافي يضيع. ضربه جزاء كانت ممكن تفرق مع اللعيبه دي جدا، تضيع بسبب مش يعني هي مش عارف اقول طمع ولا هو كان عايز يعمل ايه، مش عارف الصراحه. عشان ندخل الشوط الثاني وطبعا بنشوف اللي بيحصل، البدني بتاع الاهلي بيقع، انتر ميامي بيبتدي يسيطر، بيحصل استفزاز لليونيل ميسي، بنشوف طبعا الفاول اللي كلنا افتكرناها جون، وباقي بقى الكور. والشناوي اخر 5 دقايق دول كانوا يمسحوا كل اللي انت عملته في الشوط الاول. الشناوي اخر 5 دقايق مان اوف ذا ماتش، شال كور من ميسي وشال من سواريز وشال من كل اللعيبه. يا جدع ده في واحده شالها بدماغه، ما اعرفش لحد دلوقتي شالها ازاي، انا ما اعرفش هو قاصد يشيلها بدماغه ولا هي جت معاه حظ. ميسي طبعا بقى ايه، ياسر ابراهيم استفزه عمل له انت قصير، قال له انا قصير طب تعالى. واحده في العارضه، واحده ثانيه في العارضه، عرضيه يلعبها بواحد فالشناوي يصدها يعمل اوفر ثاني، وهكذا بقى. قعدنا 5 دقايق ميسي بقى مقضيها يا شوط يا بيعمل اوفر، يا بيشوط يا بيعمل اوفر. ايه ده؟ وحش ولا ايه؟ مين ده؟ انا ما اعرفوش. الشناوي هو ده الشناوي، هو ده محمد الشناوي، هو ده كابتن وحارس مرمى النادي الاهلي، حارس مرمى منتخب مصر. ياسر ابراهيم غلط كام غلطه في الماتش، وطبعا عارفين كلنا غلطات ياسر ابراهيم على مدار حياته، بس ماتش سان داونز ابسط حاجه يعني. بس الماتش ده ياسر ابراهيم عمل اداء خرافي. انا دايما بقول ياسر ابراهيم بالنسبه لي كتصنيف كمدافع، هو ياسر ابراهيم هو مدافع بمعنى كلمه مدافع. هو ولا بيلعب برجله، يعني انت ولا تخليه باصي ولا تخليه يطفش كوره ولا يلعب برجله، هو ما يلعبش برجله، هو يدافع، يدخل يوقع، يدخل يقطع الكوره، يلعب بدماغه، هو بس هو دي وظيفه ياسر ابراهيم. مروان عطيه حقيقي يعني انا مش عارف اقول ايه على الراجل ده، تحس ان انت شايف نسخه احسن من اليو ديانج. يعني اليو ديانج الناس فاكره اليو ديانج زمان كان في نص الملعب شبه مروان عطيه كده واقف في الملعب، لو دكر عدي. محمد هاني امتى هنشوف عرضيه؟ امتى؟ كوكا، يعني انت المفروض عندك انت كريم الدبيس وعندك يحيى عطيه الله، تلعب كوكا ليه؟ يعني انت المفروض ممشي لي معلول عشان تلعب كريم الدبيس وعطيه الله، مقعدهم ملاعب لي كوكا كان حلو لحد ما، بس مش باك، كوكا خط نص اصلا. بالرمضان لعيب كويس، حركاته كويسه، بيقطع الكوره بس تحسه تقيل في الملعب. بالرمضان كان كويس، بس الشوط الثاني انا كنت مع انه يتبدل لان كان خلاص كنت محتاج حد ينزل يحرك لاعب، وانا كنت مع قفشه انه ينزل. انا بقى مش مع ان حسين الشحات ينزل، هي مالهاش كلمه غير يعني يقول لك ليه يا حسين يا اشتمك، وانا مش هشتمك فانا هقول لك ليه يا حسين. 3 قدامك 3، ده غير ان انت قدامك اوبشن رابع ان انت تشوط، يعني انت قدامك يا تبازي لقفشه يا اما الاثنين اللي جنبه مش فاكر كان مين، يا تشوط. فضلت تمشي يعني اللي عايز يشوف بالظبط المفروض رد فعل ايه، او رد فعل الاهلاويه كلهم على كره حسين الشحات، يدخل يشوف الفيديو بتاع ممدوح نصر الله. رد الفعل بتاع ممدوح نصر الله هو قصه لوحده اصلا، الحته بتاعت حسين الشحات دي، يشوف رد فعل ممدوح نصر الله، رد فعل ممدوح نصر الله، رد فعلي ورد فعل كل الاهلاويه. يا حسين بتعمل ايه يا حسين؟ بجد عمال تمشي بالكره هتدخل بيها الجون، وصلت لل6 مستني ايه بعد خط ال6؟ ده هي ثانيه، تفكير ثانيه، انت المفروض تبص تعمل سكان، لقيت 3 ولقيت قدامك الجون، المفروض تشوف يا تباصي يا تشوت، والاحسن لك كنت تباصي. بجد اداء محبط للنادي الاهلي، مباراه محبطه بالنسبه لي، انا عن نفسي احبطت جدا، انا مستني الاهلي يكسب. مباراه يعني احنا مش عارفين هنعرف نكسب بالميراس او بورتو ولا لا، مش عارفين هنعرف نجيب منهم نقط ولا لا. مباراه كانت هتضمن لك 3 نقط، كنت على الاقل تدخل ماتش بالميراس يوم الخميس مطمن، تدخل ماتش وانت ايه اللي هو ايه، لو تعادلت معاك 4 نقط فانت ممكن تتاهل، والله كسبت فانت 6 نقط فانت عملت حاجه، وكده كده بورتو مش هيبقى فارقه معاك، هتبقى داخل ماتش بورتو تلعب اللي هو والله كسبت هبقى عملت حاجه كويسه. دلوقتي انت معاك نقطه داخل ماتش بالميراس، انت ما فيش حل غير ان انت تكسب ماتش بالميراس عشان يبقى معاك ال4 نقط، وتسيب ماتش بورتو يعدي زي ما يعدي. دلوقتي ما عندكش حل غير ان انت ماتش بالميراس تجيب ال3 بونت، وماتش بورتو تحاول تجيب بونت. فكره بقى ان انت تخسر بورتو
وان كده كده ماتش بورتو مش مهم لا انت لازم تجيب بونت من بورتو وتكسب بالميراس. انا عن نفسي كنت محبط جدا بالاداء. طبعا الحمد لله على كل حاجه، في حاجات لازم تتغير في النادي الاهلي، لازم اللعيبه اللي مش قد المسؤوليه تمشي، مش هنفضل نقول معلش ومش عارف ايه بيعمل ماتش حلو و20000 ماتش وحش. في لعيبه لازم تمشي من النادي الاهلي، لازم يبقى في قرارات حاسمه، لازم يبقى في قرصه، لازم يبقى في شد. اللعيبه دي لازم يتشد عليها، اللعيبه اللي مش قد المسؤوليه تمشي. النادي الاهلي احنا عارفين ما بيقفش على حد. علي معلول مشي، كلنا زعلانين علي معلول، وعلي معلول الاسطوره، بس النادي الاهلي ما يقفش على حد، هيكمل وهيجي غيره. اتمنى طبعا الفريق يكسب قدام بالميراس، انا ما اعرفش ازاي بس هو لازم يكسب قدام بالميراس ولازم قدام بورتو يجيب بون. في النهايه بنتمنى التوفيق للنادي الاهلي، هارد لك للنادي الاهلي. اتمنى ان شاء الله الماتش الجاي نشوف حاجه قويه، نشوف تغيير بيحصل. دي كانت الحلقه، متنساش تعمل لايك سبسكرايب، لو عجبتك شير الحلقه، لو عندك اي حاجه اتكلم في الكومنتات ونتناقش سوا في الموضوع وبس.